هاي يا جماعة، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو غير شوية. انا صورت ماما وهي بتعمل حاجة انا بحبها كده، عجين. هو يعني هي اكلة تركية، الاتراك بياكلوها. هما اللي بيعملوها يعني. فبس انا صورت ماما، هي ما كانتش جاهزة تطلع على الكاميرا وتعرف نفسها وكده. فانا قلت اوكي ماما تمام، انا هطلع وهعمل المرة دي الفيديو. المرة الجاية ان شاء الله في الاكلات الجاية اللي هي هتنزلها، يعني انا اتفقت معاها عشان هي اكلها فظيع، انها تنزل فيديوهات، وان شاء الله هي كمان تطلع في فيديو بس تعرف نفسها يعني. احنا دلوقتي هنعمل فطاير، متهيألي اسمه فطاير بالجبنة، وهي روعة روعة، تحفة تحفة تحفة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو هي نزلت اكل هينزل برضو على قناتي. احنا بنفكر نغير القناة وهيكون تشانل عليه الفاميلي كلها، هندخل كل حد ويعمل لكم اي، يعني كل واحد متخصص في حاجة وهينزل فيديوهات. اتمنى انكم تتبسطوا، قولوا لي رايكم وجربوه، والله تحفه تحفه. جربوه واكتبوا لي في الكومنتات هو عجبكم ولا لا. فانا بقول دلوقتي نبدا بالفيديو. هنستعمل الكوبايه الشهيره بتاعت مصر اللي في كل بيت في مصر، يعني هنحط الكوبايه دي هنملاها زبادي. نحطها هنا. نفس الكوبايه هنحط زيت، 250 جرام زبده، هو باكت كده على بعضه، هنحطه كله، سيحته بس شويه في الميكروويف، وبيكنج باودر. هناخد دي الجبنه التركي. مصر ممكن تستعملوا اي نوع جبنه بتحبوه، اسطنبولي مش عارف ايه. المهم هنفتفت الجبنه دي كده اهو، كده كده كده، وناخد قطعه كمان يا كلايش موسي، ونحطها كده، يعني حوالي 500 جرام جبنه تقريبا. حطيتها كده. بصوا انا حطيت دلوقتي بيضه كامله وبياض بيضه وكوبايه زبادي وكوبايه زيت، 250 جرام زبده وواحده بيكنج باودر. ده اللي انا حطيته دلوقتي. هنقلب ده كله مع بعضه، طبعا باستعمال ايدينا بقى عشان مفيش مضرب والكلام ده مش هينفع معانا. فاحنا هنعجن وهنحط بعدين الدقيق بيتحط حسب ما العجينه بتتماسك معاكم. العجينه يا جماعه لازم تكون طريه زي القطعه اللي بتلبسوا فيها الحلق في ودنكم، يعني نفس الملمس بتاع ده كده لازم تكون العجينه. انا هوريكم دلوقتي هتشوفوها، بس طبعا هي بالاحساس بقى، يعني العجينه هتلم ازاي، كميه الدقيق مش هقدر احددها لكم، بس هتشوفوا هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. طبعا احنا مش هنحط ملح، ما حطيناش اصلا ملح ومش محتاجين نحط لان الجبنه مملحه يعني، فتكفي طعمها بيكفي يعني عشان ما تحدقش منكم، ما تحطوش ملح اساسا. كده بقى شكل العجينه، اهم حاجه انها ما بقتش بتلزق خلاص، وطريه بالطريقه دي متمسكش تاني كده اهو. اوكي هناخد واحده واحده، هنكورها كده عشان هسويها شويه كده. اوكي نحطها على ورق الفرن.
صفار البيضه، حطيت عليه بس كام نقطه لبن ونقلبهم، وهندهن الوش وهنحط عليه سمسم بقى ولا حبه البركه ولا اي حاجه. هنحط دلوقتي سمسم هنا. اتمنى ان الفيديو ده عجبكم. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله في الفتره الجايه هينزلوا مقالب كتيره وهتنزل فيديوهات كتيره، فانتظروا. بس يلا سلام، احبكم جدا ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. باي.